كلكم بقى هو هتلاقي الراجل اصلا جاي يا ماما عشان يعني ايه يبارك لبابا على البراءه، صح؟ مش حلو كده؟ لا مش حلو، ده يبقى عبيط ومستفز، يكهربني كل الكهرباء دي عشان يجي يبارك له. يعني حضرتك عايز تفهمني ان اللي كان حاصل فوق ده كله عشان تتصالح؟ اه بس بس بص، هقول لك بصراحه، انا ما كنتش زعلان قوي يعني. بس لما لقيت بقى ايه، الفرح اتنصب والمطربين صهللوا والرقاصين سخنوا، قلت ما بدهاش بقى اكمل فيها مقموص، اجيب اخره. انا برضه هقول لك الصراحه، قول. انا جيت عند الباب خبطت محدش فتح لي، لقيت بقى الفرح اللي حاصل فوق، قلت اطلع اشوف ايه اللي بيحصل بصراحه. يعني الموضوع عجبني قوي. انا مش قصدي، يعني انا اسف، انت فاهم وجهه نظري صح؟ والله فاهم. بص، دي سابع مرة تقول فيها أنا آسف عشان جيت من غير ميعاد وعشان طلعت فوق السطوح. لو تكررت آسف بيه، شيل موضوع آسف ده من محضر القعدة خالص. ماشي ماشي. يبقى لو حضرتك عايزني اشيل كلمه انا اسف من محضر القعده، يا ريت. يا ريت حضرتك كمان تشيل كلمه بيه عشان اعرف اقول لك يا عمي. عمك؟ كده المحكمة اتنورت. يا ترى أنت جاي مين فيهم بقى يا ابني؟ فايزة؟ اه يا عمي فايزه. بص، هو ساعات ممكن نتلخبط انا عندي 4 بنات، واحده صغيره قوي مالناش دعوه بيها. هذا بالاخر في 3 شعرهم طويل وواحده شعرها قصير، مش هتلحق تشوف شعرها، دايما لابسه كاب واللي هي بتاعت التايكوندو دي فايزه. ايوه فايزه اللي شعرها قصير، اللي مش هلحق اشوف شعرها بسبب الكاب اللي في اتحاد الطلبه في حقوق. في حقوق، هي فايزه. عشان كده غصب عني انا بس بتلخبط شويه، بقول يعني اصل انتوا ما لحقتش تشوفها، ده هي مره واحده اللي هي كان يوم النيابه ده. فاكر انت بقى حضرتك يوم النيابه بتاع المخدرات، محضر المخدرات؟ ايوه، انت بوطي صوتك ليه طيب؟ عشان سمعتك لو حد واقف. سمعتي ايه يا عم؟ احنا في البيت وانا طلعت بريء ولا رجعتوا في كلام؟ لا انا الله، ده الناس دي كلها ما كانت معانا. قول لي بس، طمني. ها انت بتحب الصراحه وانا جدا. بصريح معاك، يا ريت. ما كانتش اول مره اشوفها فيها. انا شفت فايزه كذا مره. في مره فيهم احنا اتعرفنا على بعض وانا بعد كده رحت عشان اتقدم لها. تتقدم لها؟ بس هي رفضتني وزعقت فيا واتخانقت معايا جامد. بدت ايدها ولا حاجه؟ لا ولا كان لا ده حلو طيب اللي حصل ده ولا ايه؟ حلو. ايوه. ايوه. الناس فيما يعشقون مذاهبهم.